السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف نتوما أخواتي؟ لاباس عليكم بخير؟ أموركم طيبة إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. واليوم غادي نتقاسم معكم شوربة الشوفان اللي كتجي لذيذة صحية وخفيفة، شوربة اللي من ألذ وأروع الشوربات اللي ممكن تحضروا الفطور سواء في هذا الشهر الكريم ديال رمضان أو في الأيام العادية. كذلك الشوربة اللي كتجي كريمية ومنسمة ما تشبعوش منها، كتعطي واحد الطاقة وكذلك واحد الحيوية للجسم ديالنا. نقدمها كذلك للفطور أو ممكن كذلك تاخد كوجبة للسحور، مغذية وغنية في القيمة الغذائية ديالها. نتمنى إن شاء الله تجربوها، وأنا متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف وتولي شوربة اللي معتمدة عندكم. كتحضر حتى لآخر لحظة وكطيب كذلك بسرعة، ما كتاخدش معنا واحد الوقت كتير في التحضير. والأهم أنها صحية ولذيذة لذيذة بزاف، كتجي كريمية، كتجي واحد المذاق رائع، كتجي منسمة بالأعشاب اللي كتعطينا واحد الطاقة للجسم ديالنا. كنقدروا ندوزو هذاك النهار إن شاء الله كله في واحد الحيويه وواحد النشاط. نتمنىكم تجربوا. ولا عجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الاصدقاء مع العائله ديالكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم على التعاليق الجميله، وكذلك الناس الجداد اللي كنضموا للقناه فمرحبا بكم في قناه عالم حنان للوصفات. مرحبا بالاشتراك ديالكم كذلك بانضمام ديالكم المتتبعين. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا ربعه ديال الشوفان اللي هي 225 غرام. هنايا كناخدو الشوفان النوعيه جيده، تيكون شويه الحبات ديالو غلاظين. كاين واحد النوع اللي تيكون غليظ وكاين واحد النوع اللي تيكون رقيق. فناخذ هذاك النوع اللي تيكون شويه الحبه ديالو كبيره، غادي نشدوه ونغسلوه مزيان. هنايا ملي كنغسلوه فكنصفيوه، ضروري كنصفيوه باش ما كيتعجنش، للا ما تخلوش في الماء، غير غسلوه ومباشره ديروه هكا كيستقطر مزيان. في هذا الاثناء ملي كنكونوا كنغسلو فيه قبل ما نغسلوه، فكنكونوا موجدين الطنجره ديالنا كنكونوا نديرو فيها الماء غليان، لان هاد الشوفان غادي نديروه في الماء كان كيغلي باش ما كيتعجنش معاكم. وهنا ضروري ما تخلوه يتسخطر حتى كيولي هكا الحبات ديالو مفروزه على اختها. وهنايا غادي ندوزو المكونات اللي غادي نستعمل في هاد الشوربه. فعندي هنا واحد الحفنه صغيره ديال الزبيب الابيض، عندي كذلك عويدات ديال القرفه، وعندي هنايا تقريبا واحد المعلقه ديال الزعتر، وعندي كذلك عريشات ديال الزعتر عندي هنا مازال طريين، وعندي كذلك هنا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الجلجلان، وعندي هنايا جوج حبات ديال الفرomاج الحصاص، وعندي كذلك واحد المعلقه ديال الملحه صغيره. هنايا ضروري كندير واحد هاد الشوفان ديالنا كنرميوه في الماء غليان، ما ترموش في الماء بارد باش ما كيتعجنش معاكم. فقبل ما نغسلو كنكون مغلين الطنجره ديالنا فيها الماء. وهنايا كنضيفو هذاك الشوفان بعد ما تسخطر لنا من الماء. صراحه شوربه اللي كطيب واحد الوقت يعني 10 دقائق كتكون هاد الشوربه ديالكم موجوده، كتجي رائعه وكتجي كذلك مقويه. غتشوفوا معنا المكونات اللي غادي نضيفوا لها ان شاء الله. نتبعوا فقط طريقه التحضير باش كتجينا هكا كريميه. وهنايا غادي نضيف هذوك العويدات ديال القرفه كيعطيو واحد النسمه رائعه لهاد الشوربه ديالنا. وغادي نضيف كذلك هذاك الزبيب بعد ما غسلناه، غادي نزولو هنايا من الماء ونضيفو مباشره للشوفان ديالنا. دغيا غادي يطيب لينا، يعني عندنا الماء غليان فدغيا كيطيب لينا مع الشوفان. شوربه الصراحه اللي كتجي هائله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. وغادي نضيف هنايا واحد المعلقه ديال الملحه. هنا بالنسبه للملحه كتبقى حسب الذوق. مازال غادي نضيفو هذاك الحصص ديال الفرomاج، يعني نديرو الملحه معتدله. وهنايا حتى كتبدا هكا تجينا ديك الغليه الاولى، كتبدا هكا دوك الفقاعات، فكنرمي هذيك المعلقه ديال الجلجلان بلا ما كنطحنوه حتى شي حاجه، كنرميوه هكاك. صراحه كيعطي واحد المذاق زوين. وكنغنيو هاد الشوربه ديالنا كناخذوا شي حاجه اللي هي صحيه، والشوربه اللي كتجي غنيه بالقيمه ديالها كتجي غنيه بالكالسيوم. كنعرفوا ان الزرارع ديال الجلجلان كيكونوا غنيين بالكالسيوم اكثر من الحليب. وهنايا درت هذوك العريشات ديال الزعتره، وغادي نضيف كذلك هذيك المعلقه ديال الزعتر كتجي منسمه. هنا كتجي واحد المذاق واحد الريحه طالعه فيهم رائعه ديال الزعتر مع الزعتره مع كذلك داك الجلجلان، واحد المذاق اللي صراحه رائع بزاف.
حنا كنعرفوا ان تبارك الله مع الصيام وداكشي فكنحتاجوا شي حاجه اللي هي مقويه ومغذيه اللي غتعطينا ان شاء الله الطاقه للجسم ديالنا. فكنخرج شويه نبدلوا من ديك الحريره المغربيه ديالنا وندخلوها كنيه شربات اللي الصراحه كيكونوا خفافين، يعني حساب ما كيتقلوش علينا، سواء ناخذهم عند الفطور او ناخذهم كذلك عند السحور. هنا كما كتلاحظوا معايا فضفت هذوك القطع ديال الفرomاج تجينا الشربه ديالنا كتجيها كنيه كريميه. هنا ممكن نضيفوا 2 قطع حتى ل3. وهنايا وسط الحراره راه غادي يذوبوا لينا كيعطيو واحد المذاق رائع لهاد الشوربه. هنا كتشوفوا معايا الشوفه راه دغيا كيطيب، يعني 10 دقائق راه تيكون طايب، خصوصا ان درنا ليه المغليين يعني دغيا كيطيب، ما كياخذش معنا واحد الوقت كتير في التحضير. هنايا غادي نغطي عليه ونخليه حتى كيحس بها كان يبدا كيطيب، يعني دخلوا الطياب. هنا كتشوفوا معنا ما بقاش فيها ديك الرغوه صافي. هنايا ملي كنوصلوا لهاد المرحله كنعرفوا انه دغا طاب معنا، يعني ما كياخذش واحد الوقت. صافي هنايا كنقلبوا هذاك الزبيب ديالنا كنلقاوه طاب. وهنايا غادي نضيف نص لتر ديال الحليب. هاد الكاس راه فيه نص لتر ديال الحليب، غادي نضيفو على دفعات، يعني كنرمي هذاك الحليب وكنشوف القوام ديال الشوربه ديالنا على اي هاد المقدار اللي عطيتكم راه غادي ياخذ معكم نص لتر ديال الحليب بالضبط، يعني ما تنقصوا ما تزيدوا عليه. مع دوك 2 حصص ديال الفرomاج كيجي هي داك المذاق ديالها كيجي فيها واحد المذاق كريمي رائع بزاف. هنا غادي نضيف ما تبقى ليا ديال الحليب، غير انا كندخل هذاك الحليب وكنشوف القوام ديال الشوربه. لان كنعرفوها نشوفها دغيا كيتقال، فخليو شويه كنيه بالحليب يلا كيجي فين تقدموه للفطور او على مائده الافطار حتى كتلقاوها كنيه ولا عاقد ولا كريمي. هنايا غادي نزولوا في هذه اللحظه غادي نزولوا هذوك العودات ديال القرفه كيعطيونا واحد المذاق رائع لهاد الشوربه. هنا غنضيف ما تبقى ليا ديال الحليب، يعني هنا خدات معايا نص اطرو ديال الحليب. الشوربه الصراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. هنا صافي غادي نخلي غير تيغلى ليا الحليب تبان هذوك الفقاعات، ما نخلوش حتى تفيض لينا الشوربه، يعني غير كان يغلى صافي كنطفي عليه النار ونخليوها ان شاء الله ونقدموها بالصحه والراحه كتجي رائعه رائعه بزاف. هنا غادي تشوفوا معايا الاضافات اللي غادي نديرها من بعد ان شاء الله. وهنا كتشوفوا معايا داك القوام الكريمي ديال هاد الشوربه اللي الصراحه كتجي رائعه وكتجي كذلك لذيذه لذيذه بزاف، كتجي منسمه بداك المذاق ديال الزعتر مع الجوجلان مع داك المذاق الحلو ديال القرفه وديال الزبيب، واحد المذاقات اللي الصراحه زوينه زوينه بزاف كنحتاجها ان شاء الله في هاد الشهر الكريم. والصراحه الشوربه اللي كتجي هكا هي كتيفه، يعني كتجي في الكثافه ديالها كتجي عاقده وكتجي كذلك كريميه. والاهم انها كتجي خفيفه، يعني تاخذ منها زلافه او جوج صراحه ما كتقاش على الجسم ديالنا، كتجي خفيفه ورائعه بزاف. سواء قدمناها للفطور او لا قدمناها كذلك للسحور كتبقى عاطينا واحد الطاقه طيله اليوم، يعني طيله النهار. هنايا كنحك معايا واحد رشيشه خفيفه ديال الزعتر من الفوق. هنايا للذوق ديالكم يعني قدموها باش ما بغيتو. انا هنا غادي ندير فوق منها شويه ديال العسل اللي طبيعي، عندكم عسل طبيعي حر فقدموه معها شويه العسل كيعطي واحد المذاق زوين، اولا ممكن هكا نديروا غير قطرات ديال زيت الزيتون من الفوق، يعني اللي متوفر لكم، ولا تقدروا تخليوها غير هكاك، يعني راه كتجي رائعه كتجي لذيذه منسمه راسها براسها، يعني الصراحه مكونات اللي كيتواتوا مع بعضياتهم، وكتجي واحد الشوربه اللي من ألذ واروع الشربات. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا تدخلوا عندي في التعاليق وتردوا عليا كيفاش جاتكم هاد الشوربه. صراحه انا متاكده غادي نجربوها وغادي تعجبكم كما عجبتني انا. الشوربه اللي غادي تعجب جميع افراد العائله سواء الصغار وكذلك الكبار، راه كتعجبهم بزاف بزاف. ودائما كنشارك معكم وصفات اللي اقتصاديين وساهلين وكذلك كيعطيونا واحد القيمه للجسم ديالنا. هنا كتشوفوا معايا الكثافه ديالها كيفاش كتجي، يعني واخا ضفنا داك السطر ديال الحليب كنعرفوا ان الشوفان راه كيعقاد. هنايا تقدروا تقدموها يعني حسب الذوق ديالكم، صراحه مع العسل كتعطي واحد المذاق زوين. إلا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء مع العائله ديالكم. الى